اطلع فيها هتلاقيني قايم من النوم لابس جلابيه وطالع على القناه. خلاص انا ضيف النهارده. انت مش عاجبك؟ بالقديمه. تاني بقول لك يا محمد امين، بالقديمه. ما حدش يكلمني عن غرفه صناعه بتاع بيسموها انت كسفت تقول اللي هي التعريض ده، واخد بالك؟ عيب. لا 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 بلاش بلاش يا سياده المستشار، معلش يا سياده، ما ينفعش يا سياده المستشار على الهوا الكلام ده يا سياده المستشار. ايه سلطتك؟ ايه سلطتك؟ ايه الكلام ده يا سياده المستشار ده؟ تبقى عريض قوي كده. ايه سلطتك على وائل ابراش؟ انا بسالك ايه سلطتك على خالد الغندور؟ ايه سلطتك؟ لا وانا عايز اعرف هو وائل ابراش عمل ايه طيب؟ لا انا عايز اعرف ايه سلطتك. يعني ايه الثلاثه؟ واحمد الطيب هو بيشتغل فين اساسا؟ هو احمد الطيب بيشتغل في القنوات الخاصه عشان يتوقف مثلا؟ يا خالد ايه سلطتك على صدر البلد؟ انت مين انت؟ لا هم لا ما انت في النهايه انت عامل في حاجه اسمها غرفه وفي قنوات مشتركه فيها. يا خالد حضرتك الغرفه دي بتقول انك انت ليك سلطه عليا ودريم اقدم من CBC ب 20 سنه. ايه سلطتك؟ قول لي بس سلطه انك انت تقول ده يطلع وده ما يطلعش. انت مين؟ انت مين؟ انا بس فرجت مصر كلها ده محمد الامين اهو. تمام؟ اللي النهارده قالوا له ايه؟ نعم يا حبيبي؟ طز. تمام؟ بس عايز اقول لك حاجه، القنوات دي كلها احترمته. تخيل. ولا مش عايز اقول لك علاقتي بوائل ابراش ايه؟ وائل ابراش ده اخويا الصغير. وائل ابراش عمل اسمه من خلال مرتضى منصور لما كان لسه صحفي تحت التمرين في روزا اليوسف، كنت بديله القضايا المهمه عشان ينشرها عنده. تمام؟ ومع ذلك احترم الغرفه. اقول لك بقى سر. لما استضافني وائل ابراش اخر مره المفروض بيعمل اعلان. ما عملش عشان فجاه ايه؟ محمد امين لاني في وشه. اما محمد الامين مكلم خضر رئيس القناه محمد خضر اللي كان عندي نايم في المكتب على طول. خلي بالك مع علي بدرخان واحمد عوض والشله بتاعت الفنانين دول كانوا عندي في المكتب على طول. تمام؟ قالوا من حولك للتحيه. لما جينا في القعده وائل ابراش كان جايبني ضيف وكان في بقيه البرنامج في القعده، بقيه البرنامج وانا بره في القعده. هو دي الحريه يا محمد يا امين؟ هي دي الاعلام الجديد؟ طب اخبار ستار اكاديمي ايه؟ اللي البنات والصبيان عمالين يبوسوا في بعض عادي كده. اخبارهم ايه؟ يا استاذ الفاضل النهارده بيقولوا خلع على القناع وانكشفوا. هو ايه موقفي انا مع صدى البلد؟ صدى البلد دي اللي هم احترموه وهو ما احترمهمش. صدى البلد دي لما احمد موسى استاذ خالد خد 2 سنين سجن. مين اللي اترافع عنه مجانا؟ حضرتك. وكان ايه؟ وسبب السجن ما كانش بيتخانق في الشارع. كان كلام قايله في نفس القناه. تمام؟ هو لما خالد يوسف اتعمل له الصور طلعت الصور وكانوا عايزين يقفلوا القناه. مين اللي جاب خالد يوسف البيت وصالحه مع احمد موسى؟ تمام؟ ومع ذلك محمد ابو العينين والهام احترموا الغرفه اللي ما احترمتهمش النهارده. لا يقول لك احمد موسى مش صاحبي جدا يعني. احترامهم. النهارده خلاص القناع اتخلع، مش حاجه اسمها غرفه. اي برنامج هيجي لي مزاج اطلع فيه اصحى من النوم اطلع اروح طالع واتكلم